تحت شمس مصر الدافئة، كان الطبيب هوري يستعد لأخطر مهمة في حياته. أمامه ركض صديقه البناء باكي، الذي سقط من علو شاهق أثناء تشييد المسلة الكبيرة، مما أصاب رأسه إصابة بالغة. كان على هوري أن يفتح الجمجمة ليداوي الجرح، وهو أمر لم يفعله إلا كبار الحكماء في بر عنخي أو بيت الحياة. بدأت الجراحة المعقدة، واستخدم هوري أدواته البرونزية الحادة التي لمعت تحت ضوء المشاعل. كان يحرك يديه بدقة متناهية، يزيل شظايا العظام الصغيرة بعيدا عن الدماغ. العرق يتصبب من جبينه، لكن عينه لم تفارق الجرح لحظة واحدة، فالحياة معلقة بخيط رفيع من التركيز والمهارة التي اكتسبها عبر سنوات من الدراسة. حين انتهى من تنظيف الجرح، أخرج هوري سلاحه السري، وعاء من الفخار يحتوي على بصل مهروس مخلوط بالعسل النقي. وضع هوري هذا المزيج فوق مكان الجراحة مباشرة، فقد تعلم من البرديات الطبية أن البصل يمتلك قوة خارقة في محاربة الكائنات الصغيرة غير المرئية التي تسبب التعفن، تماما كدرع يحمي الجسد من الأرواح الشريرة للمرض. مرت أيام من القلق، حتى جاء الصباح الذي فتح فيه باكي عينيه ونطق باسم صديقه. لقد نجحت الجراحة وتلاشى الخطر بفضل حكمة الطبيب وقوة الطبيعة التي وضعها في تلك البصلة البسيطة. وهكذا سجل هوري نجاحا جديدا في تاريخ الطب المصري القديم. إذا استمتعتم بهذه الرحلة عبر الزمن، لا تنسوا المتابعة والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد من قصصنا الممتعة.